السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة إن شاء الله هشارك معاكم مشترياتي من الخضار لأول 10 أيام من الشهر. مشتريات أساسية جبتها بسعر بسيط وعلى قد الإيد، وكمان هشارك معاكم وصفة كمان عملتها وجهزتها لرمضان إن شاء الله. ان شاء الله يا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم. بس حابه اقول لكل الامارات اللي فتحوا الفيديو بتاعي، لو انت اول مره بتشوفي قناتي وعجبك الفيديو، اتمنى منك انك تضغطي على كلمه اشتراك وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد. اول حاجه جبتها وهي كانت البصل. بصراحه كنت مشطبه خالص بصل في نهايه الشهر اللي فات، فقلت بقى انا هجيب شويه بصل كويسين. البصل الصغير ده انا لقيته في السوق كان الكيلو ربع ب10، هو حجمه صغير. في بصل تاني بيبقى كبير الكيلو ب12 جنيه، بس انا بصراحة مش بشجع البصل الكبير ده، لان انا لما بجيب البصل الكبير ده بضطر ان أنا اضربه في الكبة علشان ما يتهدرش مني. جبت بعد كده كمان طماطم. الطماطم دي كانت كبيرة ما شاء الله وجامدة، فكانت الكيلو ب10. الطماطم في السوق سعرها من أول 5 جنيه أو 6 جنيه لحد 10 جنيه. في كيلو وربع ب10، وفي طماطم زي اللي أنا جايباها كده الكيلو ب10، فأنا جبت منها بصراحة 2 كيلو من اللي ب10، لان انا مش عايزاها خالص انها حتى لو هعمل منها صلصه مش عايزاها تكون تتهدر مني خالص. جبت كمان جزر. الجزر ده كان الكيلو وربع ب10، والجزر مفيش غنى عنه بالنسبه لي كمان في الايام دي، لان انا بستخدمه في حاجات كتير جدا. اي شوربه بحط عليها جزر، صينيه بطاطس بحط عليها جزر، بعمل خضار بحط فيه جزر، شوربه العدس احنا خلاص داخلين على الايام البرد فبتبقى مهمه جدا بالنسبه لي، برضو بحط فيها جزر. تعالوا بعد كده البطاطس برضو في السوق برضو سعرها كويس، في كيلو ب10، وفي بطاطس من الصغيرة بقى اللي انا جايباها دي كيلو ب5 جنيه. يعني انا بحب جدا البطاطس الصغيرة دي، بحس ان هي لها وصفات كتير جدا ويعني بتنجزني بصراحة في حاجات كتير. بغسلها كويس جدا جدا بقشرها، وبسلقها بالقشر بتاعها، وبشيلها في علبة في التلاجة. بتنفع جدا جدا في وجبات، في فطار عشاء، عايزة ازود بيها حاجة، فبصراحة هي منجزة جدا. جبت كمان كيس الخضرة ده، كان الكيس ده كان ب5 جنيه. جبت جرجير وجبت بقدونس. جبت كمان الفلفل الاخضر ده كان الكيلو ب16 جنيه، هو فلفل حامي. برضو الفلفل الاخضر التاني برضو الكيلو برضو فيه ب16 جنيه برضو منه. فانا جبت بصراحة نص كيلو من الفلفل الحامي ده. جبت كمان بقى كيلو من الفلفل الاحمر ده عشان اعمل بيه هريسة الشطة، وده هو ده التجهيز اللي انا هعمله النهاردة ان شاء الله معاكم. لان هريسة الشطة عندي بصراحة مفيش غنى عنها ابدا، فدي من الحاجات اللي انا بعملها لانها بتقعد معايا السنة كلها وبتنفعني جدا. الليمون بقى كمان هو اللي لقيته في السوق بصراحة سعره غالي. يعني انا لقيته الكيلو ب30 جنيه، يعني حسيت ان هو بصراحة غالي لان كنت جايباه قبل كده الشهر اللي فات. كان من حوالي شهر كان ب20، يعني كان سعره ما كانش كده. كنت عملت منه مخلل كمان، فانا كنت عايزه اخلله بصراحه. فهو حسيته عشان هو مش اصفر قوي في حته، يعني مخضره شويه. فانا قلت الكيلو ده انا جبته ب30، وهاخد منه اللي هاخده اخلله، والباقي بحب يبقى فيه ليمون في التلاجة بصراحة، عشان لو عوزت في تتبيلات او حاجة، او حبيت ان انا حد يشرب عندي ليمون او حاجة، خاصة ان احنا في الايام البرد دي بيبقى البرد ده بيبقى دايما محتاجين يكون فيه ليمون في التلاجة. هنظم بقى دلوقتي معاكم المشتريات، وهقول لكم على شوية حاجات كده وشوية تركات ان شاء الله تنفعكم وتفيدكم. هنا بقى كنت جبت الليمون كده، انا قلت لكم ان انا جبت كيلو من الليمون. بدأت كده ان انا افرزه بقى، يعني اللي حسيت ان هو اخضر شوية او ان هو يقدر ان هو يمكن يعيش معايا شوية في التلاجة، فهسيبه بقى ده شويه كده صغيرين كده، هاخدهم احطهم في التلاجة، والباقي انا هاخده عايزه اعمله مخلل ليمون، بس هحط معاه هضيف له اضافات يعني. هعمله ان شاء الله معاكم، هقول لكم انا كمان بضيف له ايه. فجبت الليمون غسلته، اللي انا هخليه وحطيته في الميه المغليه، خليته بس يغلي غلوتين 3 كده على البوتاجاز. واول ما احس ان هو خلاص هيبدا ان هو يطرى معايا، هروح طافيه عليه وهغير الميه بتاعته. تعالوا بقى بالنسبة هنا للخضرة. الخضرة أنا أول ما باجيبها أيًا كان الخضرة اللي أنا جايباها باغسلها كويس جدًا تحت مَيّة، يعني من الحنفية كويس جدًا، جدًا، وباسيبها منقوعة كمان شوية، وبعدين باصفيها كويس، وباخدها أحطها على ألفّها في فوطة مطبخ لو أنا ما عنديش مناديل، ولو أنا عندي مناديل بالفّها في مناديل واحطها في علبة وباقفل عليها. كده بتفضل قاعدة معايا في التلاجة أسبوع كامل. أنا باسحب منها مش بيحصل لها أي حاجة.
هنا بقى كنت هاعمل معاكم هريسة الشطة بالفلفل الأحمر اللي أنا جايباه. باحب دايمًا لمّا أجيب الفلفل باعمله في يومها، الفلفل الأحمر ده مش باحب أبدًا إن أنا أركنه في التلاجة علشان ما اكسلش عنه، ففي يومها حتى لو مهما كنت تعبانة باحاول إن أنا أعمله وأخلص منه بصراحة. هنا بقى هريسة الشطة قُلت هريسة الشطة من الحاجات اللي هي أنا باعتبر إن هي من التجهيزات الأساسية يعني اللي باحب أجهّزها دايمًا وأشيلها عندي في الفريزر، لإن أنا بصراحة باستخدمها في حاجات كتير جدًا، في تتبيلات كتير جدًا، في بابا غنوج، في تتبيلة أي حاجة أنا عايزاها حراقة، في الطعمية باحشي بيها ساعات الطعمية لو إحنا عايزينها مثلًا محشية بهريسة الشطة، ب في التتبيلات بتاعة البتنجان الطويل، في المخللات، فهي ليها بتدخل في وصفات كتير جدًا. فأنا باحب أجيب الكيلو أعمله كلّه مرّة واحدة، جِبته غسلته كويس جدًا تحت الحنفية وسِبته يتصفّى، وبعد ما اتصفّى بقى هابدأ إن أنا أقطّعه، بس خلّيكِ حريصة وأنتِ بتقطّعيه لإنه بيبقى حرّاق جامد جدًا، فخلّي بالِك من إيديكِ لإنه بيحرق في الإيد، فخلّي بالِك جدًا إنِّك لازم تعملي scrub كده لإيديكِ بعد ما تخلّصيه بالسُكّر، تدعكي إيديكِ كده بشوية سُكّر هتلاقيه خالص الحرقان راح خالص من إيديكِ، لإن هو بيفضل في الإيد فترة طويلة. فضلت بقى إن أنا أقطّعه، وبعد ما قطّعته ضِفته كلّه في الكَبّة مرّة واحدة، يعني باحب أعمل الكيلو كلّه مرّة واحدة في الكَبّة على طول، وبتضيفي معاه معلقة كبيرة من الملح، وكمان معلقتين من الزيت، وكمان بتحطّي شوية زيت فوق الوش، ودي كانت الكمية اللي طلعت معايا. عايزة أقول لكم إن الكمية دي أنا باستخدمها طول السنة، فهي بتنفعني جدًا، باحطّها طبعًا في الفريزر، باحفظها في الفريزر مش في التلاجة من تحت خالص، ولمّا باعوز باطلّع على قد ما أنا عايزة، ممكن تحطّيها في كيس مش في برطمان خالص، وتاخدي من الكيس تقطعي منه زي ما أنتِ عايزة. إن شاء الله الفيديو الجاي إن شاء الله هاعمل معاكم المخلل بتاع الليمون، وهاقول لكم على الإضافات اللي هاضيفها عليه، انتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، وأشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.